السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. المستشار مرتضى منصور طلع النهارده بمنشور وبيقول أنا مستغرب من جماهير أسوان ومن ناس أسوان إن هم طلعوا بالأعلام الحمراء في الشوارع وبيشجعوا النادي الأهلي وما شجعوش ابنهم شيكابالا لما راح عندهم وانتقدوه وشتموه. فأنا عايز أقول لك يا سيادة المستشار ده الطبيعي بالنسبة لجماهيرية الأهلي في مصر كلها. 80% من إجمالي عدد مصر بتشجع الأهلي. ليه؟ لأن الأهلي نادي البطولات، لأن الأهلي نادي بيفرح جماهيره، لأن الأهلي نادي عارف يعني إيه دوري أبطال إفريقيا وبياخد إفريقيا، لأن الأهلي بيروح يشرف مصر كلها وجمهوره في كأس العالم للأندية قدام الأندية الأوروبية والبرازيلية وكل الأندية الأجنبية في حوالين العالم. فده الطبيعي بأنك تلاقي كل الجماهير دي موجودة بتشجع الأهلي من داخل أسوان وهي بتلاعب أسوان. أسوان عندها جماهيرية، عندها جماهيرية، لكن مش زي عدد جماهيرية الأهلي في أسوان، لأن أيا كان الفريق اللي هيلعبوا الأهلي في أي مكان في العالم هتلاقي له جماهيرية. لو رحنا قابلنا مثلا أي فريق في أوروبا هتلاقي للأهلي جماهيرية. مش محتاجين إن احنا ناخد الجماهير بتاعتنا في قطر ونروح بقى نجيب لهم سندوتشات وعصير ونروح بقى ندلعهم ونهشكهم ونطبطب عليهم عشان خاطر يروحوا يشجعوا الفريق بتاعنا، وفي الاخر الفريق بتاعنا يرجع مزعل الناس دي كلها محطوط عليه 2-1 من اسوان، وفي الاخر نقول ده ليه الجماهير برضو بتاعه الاسوان بتشجع الاهلي. انت مالكش دعوه اولا ايه الجماهير اهلاويه او زملكاويه او اسوانيه، الموضوع ده خارج عنك. الموضوع اللي انت تتكلم فيه هو ان اللعيبه بتاعتك والنادي بتاعك ما قدرش يفرح الجماهير بتاعته، وده اللي بيخلي جماهيريه الزمالك تنزل. جماهيريه الزمالك بقت بتنزل لحد بقت مش هتبقى موجوده. 80% دلوقتي من الشعب المصري بقى بيشجع الاهلي، 20% بقى يشجع الزمالك، اسماعيلي، مصري، اسوان، كل الانديه الثانيه. فانت بتتكلم بان مفيش اصلا مقارنه بين الجماهيريه بين الاهلي واي فريق ثاني. ثانيا بقى، وده اللي يبين ان جماهيريه الاهلي فعلا اكبر من كده بكتير، وده في استفتاءات رابطه الانديه سواء كانت المصريه او الفيفا. كان بيحصل استفتاء بالنسبه يدخل فيه لاعبي الاهلي كان بيكسب بنسبه 95%. ده ان دل انما يدل على ان جماهيريه الاهلي موجوده في مصر اكبر من اي حد، وموجوده في العالم كله اكبر من اي حد في الدوري المصري. دي معروفه، خاصه بقى ان جماهيريه الاهلي في الدول العربيه، في الشرق الاوسط بالكامل، ماشي، في افريقيا كلها. احنا لو رحنا لعبنا الترجي مثلا، لو رحنا لعبنا صن داونز، لو رحنا لعبنا المريخ، لو رحنا لعبنا الهلال، بنلاقي جمهور برضه. ليه؟ لان احنا موجودين في كل مكان ولينا جمهور في كل مكان يا سياده المستشار. ثالثا بقى يا سياده المستشار، الجمهور ليه استفز الكابتن محمود شيكابالا وليه اهانه وليه شتمه. فانا عايز اقول لك ان ما ينفعش كابتن فريق اولا يكون عنده ماتش تاني يوم الظهر وياخدوا اللعيبه بتاعته ويروحوا يضربوا في سيخ ورنجه. ده مش طبيعي. فلازم اللعيبه بتاعته تهبط وتنزل في مستواها ويتغلبوا 2-1. فاكيد طبعا بعد الاهانه اللي حصلت للزمالك في اسوان اكيد الجمهور زعلان وطلع اهان كابتن الفريق، بعد ما عرفوا كمان ان كابتن الفريق ده هو السبب في الموقف ده. يعتبر هو السبب، لان انا مش طبيعي هاكل فسيخ ورنجه واقدر اجري او اعمل مجهود، لا مش طبيعي، خاصه ان انت ضارب بقى الساعه كام بالليل وعندك الماتش تاني يوم الظهر، فمش طبيعي. فما تحاولش تقارن بين الاهلي والزمالك في اي حاجه تانية يا سياده المستشار، لان مفيش اي مقارنه تماما. الاهلي ده هو اللي واخد 10 دوري ابطال افريقيا، الاهلي ده هو اللي راح كاس العالم للانديه 8 مرات. انت ولا خدت دوري ابطال افريقيا من 2002 انت حضرتك ما خدتش دوري ابطال افريقيا، ما روحتش كاس العالم للانديه في حياتك ولا مره، ما تعرفش يعني ايه طعم كاس العالم للانديه. فطبيعي ان الاهلي هتلاقي جماهيريه بتحب الفريق البطل. اي جمهور او اي جيل جديد دلوقتي طالع يا سياده المستشار بيطلع على حس ان الفريق بتاعه عايزه يكسب ويفرحه، عايزه يبقى عنده روح، عايزه يبقى عنده مثلا جماهيريه كبيره، لازم الفريق بتاعك يكسب ويجيب بطولات. فالطبيعي ان الاهلي بيكسب ويجيب بطولات فجماهيريته هتزيد. الجيل الجديد كله دلوقتي بقى اهلاوي، مفيش حد بيطلع دلوقتي جديد بيشجع الزمالك، مفيش، ما تلاقيش. الجيل الجديد كله دلوقتي يطلع يشجع الاهلي، سواء حتى لو كان ابوه ده بيشجع الزمالك هيطلع يقول له يا ابني ما تشجعش الزمالك، ده انت مش ناقص حرق الدم، روح شجع الاهلي. الاهلي ده فريق بطل، بيعرف يجيب قارات، بيعرف يجيب بطولات، بيعرف يفرحك، هيفرحك مهما كان. عمرك ما هتزعل زي ما انا بزعل، وعمرك ما هتبقى متضايق زي ما انا متضايق. انا ليه اجيب لابني الامراض النفسيه والعصبيه وكل حاجه بسبب الزمالك؟ ما يروح يشجع الاهلي اللي هيفرحه، اكيد الاهلي هيفرحه، وده المعروف في مصر كلها. اي حد بيشجع الزمالك
قديم بقى، من الجيل القديم. الجيل الجديد ابنائه اكيد لازم يطلعوا يشجعوا الاهلي، ملوش دعوه انتمائي. انا هزعل فعلا لو انا بشجع الزمالك وابني بيشجع الاهلي، هزعل هتضايق، بس انا هفرح له لما الاقيه مبسوط، هفرح له لما الاقيه مبسوط بالنادي اللي بيحقق له بطولات وبيسعده في كل مباراه بيتفرج عليها. مش هيجي له اكتئاب زي ما بيجي لي. انا طبعا ماليش دعوه خالص بالزمالك، انا اهلاوي اصلا يعني، ماليش دعوه خالص بالموضوع ده يا جماعه. بس انا بتكلم في الجيل الجديد ان جماهيريه الاهلي بتزيد كل يوم عن يوم. تاني حاجه بقى واللي احنا عايزين نتكلم فيها، وهي اعلام التونسي ولاعيبه الترجي التونسي طالعه تقول على الزمالك ان الزمالك اضعف فريق في دوري ابطال افريقيا السنه دي. ايه اللي خلى الاعلام التونسي ولاعيبه الترجي التونسي تقول كده؟ اللي انا عايز اقوله لك يا سياده المستشار ان انتوا اللي خليتوهم يقولوا كده قبل اي حد. انتوا اللي خليتوهم يقولوا كده. ازاي الجماهير الزمالك طالعه خايفه من الترجي وماتش الترجي ومرعوبه منها جامد، بتقول احنا مش عايزين نروح نقابل الترجي اصلا في رادس عشان خايفين منهم. فالطبيعي لما الاعلام التونسي وجماهير التونسيه تسمع منكم كده اكيد هتطلع بقى تحط اكتر، اكيد هتطلع تقول ده فعلا الزمالك فريق ضعيف، ده خايف مننا. فانت جماهير الزمالك اولا لازم تحترم ناديها وتعلم شأن ناديها، وبعد كده تستنى من اعلام التونسي او لعيبه الترجي التونسي ان هي تحترمك. فهي خايفه اصلا وهي رايحه تقابل الترجي، اللعيبه فعلا خايفه وهي رايحه تقابل الترجي، وجماهير الزمالك عارفه وخايفه ومرعوبه من ان كده كده هتخسر الماتش ده وهتطلع من دوري ابطال افريقيا 90%. فلازم انت تعلم من شأن جمهورك ولاعيبتك، وبعد كده تتكلم على الاعلام التونسي وتتكلم على لعيبه الترجي. وفي الاخير يا اخواتي ما تنسوش بقى ان انتوا تشتركوا في القناه لو انت بتتفرج عليها على اليوتيوب، ما تنسيش تعمل لي متابعه لو انت بتتفرج عليها على الفيسبوك، اعمل لك لايك واشتراك بقى عشان لسه جديد وبقدم محتوى جديد، وعايز دعم منك بان انا استمر، لان الدعم بتاعك ده يفرق معايا جدا، يخليني يديني حماس ان انا استمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.